نشوف اللقطة نشوف اللقطة نشوف اللقطة ونعم نشوف. تفضل هذه اللقطة. توجه لمن؟ الاعتذار لو كان الحدث مع أحد لاعبي فريق الكونغو، لو كان الحدث مع أحد مسؤولي فريق الكونغو، لو كان الحدث مع أي شخص فوق الميدان ممكن نقبل الاعتذار. هذا مع محب في المدارج، محب رمز في المدارج. أنت يا عمورة ايش مهزك للمدارج لكي تستفز شخص رمز؟ هو شوف المشجع الاشهر ميشيل نكو موبدلينجا هو يعني بالاخير، لكن انت تشوف التصرف لا غير تفسيرك يعني انا استفزني. طيب لو كان يعرف، هو يقول لك انا ما اعرف وانا اقدم اعتذاري واسف. بقطع نظر يعرف ولا ما يعرفش، لا يتوجه لاعب الى شخص في وسط جمهور فيه 40,000 ليستفزه مباشرة. وعندما استفزه كان ذلك شخص اشهر محب في العالم، راهو رمز باتريس لومومبا، صح، وهو من عائلة باتريس لومومبا، وهو يتمرن 3-4 أيام في الأسبوع لكي يقوم بهذه الحركة. عملوا له استجوابات عديدة من أشهر، ويقال أنه تخطى 480 دقيقة وقوفا بالطبع في هذه النسخة. هذا أنا لو جيت حتى لو جيت عمورة أو وفزت عليه نمشي ونحييه، مش نمشي ونستفزه، لأنه لا يمكن استفزاز الجماهير. طيب بس وهذا ليس بالجمهور العادي. أنت كمية معلومات تعرفها، يمكن عمورة ما يعرف واعتذر وجل من لا يسهو يعني ويخطئ. يا ودي قلت له الاعتذار من شيء من الكبار، طيب، ولكن ما حصل والاعتذار نتاعو جاء الحقيقة بعد إجماع في العالم الكل على كونه ما قام به لا يقبل. لا نعرف.